انا مش هحقد اي حاجه. انا تعبت في تشكيل المجلس القديم اللي هو بعد المجلس بعد الثوره، بعد 25 يناير وايام المجلس العسكري، وكنت عضو فعال وكان ليا مواقف، وساهمت في تشكيل المجلس الجديد مع المجلس السياسي لتنميه المجتمع ومع الهيئات المختلفه ومع منظمات المجتمع المدني ومنها الدكتوره هدى بدران، ويشهدوا جميعا بهذا. لكن انا لا اقل ولم اصرح بهذا اللفظ. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما اقول ان المجلس بيعيد سياسات قديمه لا يؤول ولا يفسر، لان في الاعلام وفي اللغه في حاجه اسمها علم اللغه والتاويل والتفسير، لكن في الحوار يلتزم بدقه النص وبكلام يعني صاحب الحوار. هو حضرتك قلتي لان انا وجدت، هي بتقول لك انت ليه استقلتي؟ قلت لان انا وجدت ان السياسه القديمه كما هي تدار بنفس الوجوه قلت ونفس الاولويات ونفس معلش انا اسفه استاذ جابر. انا يعني حضرتك عارفني دكتوره واستاذه في اللغه والاعلام، فانا بلتزم بحرفيه النص وبحترم الاعلام المهني الشفاف الواضح والفاظي دقيقه ومحدده. لما اقول اني وجدت ان في نظام قديم وجدته وان في اجنده غربيه، لم اقل فيها مؤامره، لم اذكر كلمه مؤامره ولم اذكر كلمه رجال مبارك. انا اسفه، لم يصدر عن لساني هذا الكلام. الصحفي بقى شاف ان ده من وجهه نظره يكتب ان دي وجهه نظره، ليس كلام الدكتور عزة هيك. وارجو ان نلتزم بمهنيه الاعلام وموضوعيته. هو الكلام موجود هنا لانني وجدت ان السياسه القديمه كما هي تدار بنفس الوجوه ونفس الاولويات. هو ده كلامي، انما مش منشدتي. المنشد بقى ما ذكرتيش اسماء اسم مبارك ولم اذكر. طب هي كان في فيديو، كان في تسجيل في الحوار؟ والله يمكن هي سجلت، لان ده كان على التليفون، لان الاستاذه سجلت على التليفون وجت بعد كده المنزل اخذت الصور. وانا لم اكن لان انا ارضى باني اعمل يعني ده على التليفون. اصل انا شايف صوره لحضرتك معاها. بالظبط يا فندم. انا دقيقه في حضرتك الاعلام اهميته الشفافيه والمهنيه. الشفافيه يا فندم والمصداقيه، اذا فقد المصداقيه فقد حاجات كتير. طيب بيربط التلاوي وغدا والي. نمره 3 يا فندم. نمره 3 انا اتكلمت وقلت ان الجلسه الاجرائيه غير سليمه. كلامي واضح. وانه نص القرار الجمهوري الاول في سنه 2000 ان يختار المجلس رئيس المجلس، يختار المجلس واعضاء، يجتمع اعضاء المجلس لاختيار رئيس. ليست السفيره ميرفت التلاوي من اعضاء المجلس، ليست الدكتوره غدا والي مع احترامي الشديد لها لانها وزيره محترمه وسيده محترمه، ليست جزء من المجلس. وجود المستشار نهاد رفعت ابو القمصان، وجود 6 من اعضاء المجلس، كل هذا غير قانوني وغير يعني مش من لائحه. ومع هذا انا التزمت الصمت في ان انا لن اتخذ اي شيء. ليه؟ وقلت 100 مره لم اذكر الجنسيه ولن اتخذ اي موقف قضائي، وان انا انسحبت في هدوء، وان انا بحترم اعضاء المجلس اللي اختاروني واللي ما اختارونيش. كل اختلافي ان السياسات مختلفه وان الاجنده مختلفه وان اولويات الاجنده مختلفه. واظن ان هذا احترام للدوله المصريه. وانا من خلال برنامجك انا بقول مره اخرى ان انا بطالب مؤسسه الاخبار انها تعيد صياغه ما تم كتابته على لساني حقيقه، وتنفي ما قيل من خلال الصحفيه، او تقول ان هذا كلام الصحفيه او ما فهمته الصحفيه او ما فسرته الصحفيه، والا ساضطر الى المقاضاه القانونيه، لان ليا احترامي للدوله المصريه ولا يمكن ان اشوب اي وزير يعمل في هذه الحكومه بهذه الكلمه الغير لائقه، حتى وان اختلفت معه في الراي او في الموقف او في الاسلوب او في السياسه. وده الاحترام اللي احنا بنعلمه لطلبتنا يا استاذ جابر وحضرتك عارف. طيب اخر حاجه اتفضل. اخر حاجه، انا دي اخر مداخله وانا بحترم حضرتك، وعشان كده هقول انها اخر تصريح اعلامي واخر مداخله واخر كتابه او اي حوار يخص المجلس القومي للمراه. له كل التقدير والاحترام، وللساده الاعضاء كل التقدير والاحترام، وللاستاذه ماي مرسي كل التوفيق والتمنيات بالنجاح. انا بعيده عن هذا المجلس، لكن لدي عملي ولدي اهتماماتي ولدي قضيه المراه اتكلم فيها بحريه، بعيدا عن موقفي مما حدث. ولن اتخذ اي اجراء الا ما قيل عن لساني بدون وجه حق. يعني صفحه وطويت تماما، وهحترمها واظل جزءا من العمل الاعلامي والعمل الاجتماعي والعمل السياسي والعمل الاكاديمي والاهتمام بقضايا المراه.
ومعارضة من يختلف والتصفيق لمن يحسن. ده موضوع أتمنى للجميع كل التوفيق، وأتمنى للجميع يعني التقدم مع اعتراضي على ما حدث ومع اختلافي مع الرؤية ومع اختلافي على السياسة. لكن الأهم ما هو أصاب الإعلام أن مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الأخبار يجب أن نفرق بين ما يسمى ما يكتبه الكاتب أو الإعلامي أو الصحفي وما يصرح به في الحوار. الحوار يلتزم الدقة المتناهية في كلمات من يجرى معه. بس حضرتك دكتورة سؤال أخير، حضرتك بتقولي إن أنت ما قلتيش حاجة عن جنسية نهائي، ولو يعني أنا شايف ليه على حضرتك 3-4 حوارات العنوان الرئيسي أنت يعني حقيقة أنا لم أتابع يا أستاذ، معلش يا أستاذ جابر مع احترامي لحضرتك، عندما تخرج مواقع لا أعتبرها جزءا من الإعلام. أنا بتعامل مع الإعلام، وعشان كده في صورة موثقة من خلال مؤسسات معروفة. أنا كلمتني كم صحف أجنبية وعربية لم أجري مع أحدا منها أي حوار. أنا التزمت بالمؤسسات الوطنية القومية وبالبرامج المحترمة التي على يعني قدر من الكبير من المشاهدة والمهنية والحرفية، سواء من الإعداد أو التقديم أو الموضوع بشكل عام. عشان كده أنا بكلم مع حضرتك، واتكلمت قبل كده في صدى البلد وبقول إن دي صفحة وطويت ولم يخرج عن لساني أي من هذه التصريحات. ومن لديه أي شيء يريد أن يقوله يكون لديه الشجاعة أن يقوله على لسانه، لكن أنا كمان لدي كل الشجاعة أن أقول عن لساني أي شيء أريد أن أقوله دون أن أجرح ودون أن أصدم ودون أن أتطاول ودون أن أتعرض للحكومة أو الدولة المصرية إلا فيما أعرف. أشكرك يا دكتورة، شكر جزيل. الدكتورة عزة هيكل، يعني المسألة مش مرتبطة بمنصب معين، لكن هي كاتبة وناقدة كبيرة وأستاذة جامعية مرموقة، لها كل التقدير والاحترام، والتقدير والاحترام أيضا للسيدة مايا مرسي في خططها القادمة لتفعيل المجلس وتفعيل دور المجلس. الأمر الحقيقة ما بقاش مرتبط بكرسي بقدر ما هو مرتبط بأفكار. وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء قريب مع السيدة مايا مرسي وتتكلم فيه عن وبكل شفافية طبعا عن دور المجلس ودور الخطط أو الأفكار الجديدة اللي هتطرح في الفترة القادمة.